خاصك تعرف انه كيف ما كيخون الراجل مرتو، حتى المراه كتحس بداك النشوه ديال الخيانه، خصوصا الا كان الرجل مهمل وما كيتهلاش في راسو وصحته خاريه. داكشي كينطبق على الرجل والمراه، فاش الطرف الاخر ما كيعطيش اهتمام للذات ديالو وما كيتهلاش في راسو، اوتوماتيكمون الاخر غادي ينقص داك الانجذاب اللي عنده تجاه الشريك ديالو. والخيانه شي حاجه غريزيه وفطريه عند البشر، غير هو على حساب كل واحد وكيفاش كيتحكم ويكبح داك العقده على حساب الاخلاق والقيم والوسط كيفاش تربى. هاد القضيه عرفتها من واحد المهم كنت كندوي معاها، ملي زعمات عليا بقات كتعاود ليا بانها ما بقاش كتحس بالمتعه مع راجلها، حيت ما بقاش مهلي في راسو لا من ناحيه اللباس لا الجسم ديالو، حتى من الدوش والنقا ما كيعطيش اهتمام داكشي. ومع انها قريبه لسن الأربعين وكتحس بالصهد والسن الياس والتجاعيد كياخذوا من الملامح ديالها، كتبغي تبين انها راه باقا صغيره وما كاينش اللي كيدعم الافكار ديالها ويبين راه باقا شابه فعلا من غير شي شاب صغير عليها في العشرينيات. مهم كفكره للدراري الا كانوا في شي علاقه خاصهم يتهلاو في حالتهم، لا بغاو الشريك ديالهم يكون ثابت. وواحد القضيه عرفتها من ديك المهمه حتى هي هادي غادي تفيد الدراري اللي كيسولوا كيفاش يطيحوا المهمات، ان المهمه ديما كتقلب على داك الدري اللي كيكون مغلوق على راسو وما عندوش لازون عامره بالصحاب، كتبغي هذاك اللي كيكون بوحدو ما كاين لمن يعاود التجارب ديالو، هي كتزعم عليه حيت عارفه اللي دارها معاه ما كاين لمن يعاودها. عكس الدراري اللي عندهم بزاف ديال الصحاب ديما كاين مع صحابو، هاد النوع ما عندوش فرص بزاف مع المهمات، وهذا الشيء كيكتشفوه فيك ملي كتبقى تقول لها اخرج اليوم مع صحابي درت معاهم، وتعاود لي على اللي دوزتي معاهم، وهي نيشان غادا تقول هذا كيف ما كيعاود لي على صحابو حتى انا غادي يعاود ليهم عليا، وديك الساعه كتخدم مود الاختفاء. داكشي علاش ديما حاول تبين راسك ما عندكش الصحاب، ما كدوي مع حتى واحد، حتى في السوشيال ميديا ما تبانش بزاف وما تبينش كثره العشران في التصاور والستوريات، حيت عارفين هما انه اللي عنده كثره الصحاب اي حاجه دارها غادي يعاودها لهم باش يبين راسو باللي راه كاين.